هل فعلا سيدنا موسى كان على دين وسيدنا عيسى كان على دين تاني؟ سيدنا إبراهيم كان على دين مختلف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه كل نبي كان ليه شريعة مختلفة ومع ذلك ربنا قال في القرآن إن الدين عند الله الإسلام؟ هل ممكن يكون كل الأنبياء جم برسالة واحدة بس الناس هي اللي فرقت الأديان؟ تابعني للنهاية وهتفهم السر. من أول نبي آدم عليه السلام لحد آخر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الرسل كان هدفهم واحد، هي دعوة الناس لعبادة ربنا وحده لا شريك له. الأنبياء ما جمش بأديان مختلفة لكن جم بشرائع مختلفة. العقيدة واحدة لكن طريقة التطبيق كانت بتختلف حسب الزمان والمكان. ربنا قال في سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. يعني الدين المقبول عند ربنا في كل العصور هو الإسلام، مش بمعناه الخاص اللي بنعرفه دلوقتي لكن بمعناه العام، اللي هو التسليم لله والطاعة له وحده. سيدنا نوح عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. سيدنا هود وسيدنا صالح قالوا برضو نفس الكلمة بالظبط. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سيدنا عيسى قال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. كلهم بيقولوا نفس الرسالة، نفس الدعوة، نفس الطريق: عبادة ربنا وحده والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح. يبقى الحقيقة إن كل الأنبياء كانوا مسلمين بمعنى حقيقي، مسلمين لله خاضعين لأمره مخلصين في عبادته. والإسلام اللي جه بيه سيدنا محمد هو كان آخر نسخة من نفس الدين ده، الدين اللي بدأ من أول الخليقة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.